السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل وصفة سهلة وبسيطة مع طاسة على النار فيها كده قطعة من الزبدة ومعلقة من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. ومعايا كده وانت بتعملي كفتة كده شيلي حتة على جنب، يعني اعمليها كده راس شبه الهمبرجر، بس لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي. واول ما يسخن الزبدة كده هنزل عليهم بالكفتة. لازم تكون الزبدة سخنة جدا يا جماعة. انتوا شايفين اول ما تاخد لون من تحت هقلبها الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده. بصوا الجمال، ريحتها تحفة وخطيرة وطعمها خطير يا جماعة. ولما تاخد لون كده من الجنبين هنزل عليهم بحوالي 3 4 معالق من المية. بس انا هنا ما اتصورتش، كنت بحسب ان انا بصور لكن الكاميرا كانت واقفة. بعد كده هقلبهم من الناحية التانية وهوطي عليهم وهغطي زي ما انتوا هتشوفوا كده. بصوا اول بقى ما تشرب المية بتاعتها كده احنا ضمننا ان هي استوت وفي نفس الوقت واخدة اللون. بصوا الجمال. ممكن بقى تحطوا بقى فلفل كده تقطعوه، ممكن تقطعوا بصل براحتكم. انا بقى مع فلفل بطماطم كده وشويه بطاطس محمره والجوسي بقى كده والزبده اللي نزلت منها حطيتها كده فوق الوش. بصوا بقى الجمال وتحفه يا جماعه، مع شويه مكرونه مع شويه رز مع شويه كده عيش كده وبطاطس زي ما انا بعمل كده. بجد خطيره وتحفه، وطبعا الكميه اللي انتوا عايزينها. بصوا بوريكم من جوه اللي هي استوت وشكلها عامل ازاي. خطيره بجد، مشويه مش محتاجه فرن ولا اي حاجه. ايه رايكم في الجمال؟ ومش هتاخد منكم ولا وقت ولا مجهود. يا رب الوصفه تعجبكم.